أيها الناس، من تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر، ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر، ومن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته ثم اشتدت عليه حسراته. فالأعمال تطوى والأعمار تفنى، ومن أطال الأمل نسي العمل وغفل عن الأجل. والموفق من صرف أجله إلى ما يبقى وقطعه عما يفنى. لما حضرت محمد بن سيرين الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لتفريطي في الأيام الخالية وقلة عملي للجنة الباقية. أيها الناس، يقول الله جل في علاه: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وأهم فترة تمر بابن آدم من عمره ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، فيها العمل والاجتهاد، وعنها السؤال والحساب، وذروة نشاطها عند بلوغ أشدها. قال الله: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وبعد الأشد يبدأ الضعف، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ولذلك كان أهل المدينة النبوية في الزمن السالف إذا وصل أحدهم إلى 40 من عمره تفرغ للعبادة، لأن الأعمال بالخواتيم، ويبعث كل عبد على ما مات عليه. ولكن قد يحصد الزرع قبل الجداد، ومنكم من يتوفى من قبل، فلا بد من الاستعداد في كل آن